أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تنبه أولا إلى ضرورة فتح الفم فتحا وسطا عند نطقنا للهمزة المفتوحة، فلا نقول أعوذ تأملوا الفرق بين الصوتين حين أقول لاحظتم كيف يختلف الصوت؟ إذن لابد من فتح الفم عند الهمزة، ثم أضم الشفتين عند العين المضمومة. أعو 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 أعو. واضح يا إخوة؟ إذن فتحت الفم جيدا عند الهمزة، ضممته عند العين. بعد العين أتت الواو المادية، يستمر ضم الشفتين عندها. أعو أعو أعو. ننتقل الآن إلى الذال وهي مضمومة، ولكن الذال حرف طرفي، وكما تعودنا أننا نحتاج أن نرجع إلى مخرج الذال شيئا ما، ودائما أكرر أقول شيئا ما يعني شيئا يسيرا من أجل تحقيق مخرج الحرف وليس إلى وضع السكون. أعوذ أعوذ، ولا أقول أعوذ. لاحظتم الفاصل الزمني الذي حصل الآن بين الواو والذال لما يعني عدت إلى شبه وضع السكون. أعوذ أعوذ. واضح يا إخوة؟ بي وليس بالله، بي أعوذ بي. لاحظوا كيف انخفض الفك السفلي. بي. أنتقل بعد ذلك إلى اللام. أسمع من بعض من يقول بال، فيفتح الفم عند اللام الأولى الساكنة، والأصل أن يبقى الفم عند اللام الأولى في وضع السكون، لكننا عند الألف نفتح بعد ذلك. بالله بالله. لاحظوا الصوت بال إذا فتحت عند الساكن، أو أن أقول بال. تأملتم الفرق بين الصوتين؟ أعوذ بالله. أفتح الفم جيدا فتحا وسطا عند نطقي للألف، ثم أنطق بالكسرة تامة. من الشيطان وليس الن. ونتنبه عند الشين والطاء ألا نضم الشفتين، فلا نقول فلا علاقة للشفتين بنطق حرف الشين. وكذلك عند الطاء لا أقول من الشيطان طا، فلا علاقة للشفتين بالتفخيم. واضح أيها الأحبة؟ أعيدها مرة ثانية. أعوذ بالله. واضح يا إخوة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.